ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل نفسهم يلعبوا كوره ان شاء الله. نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاكم تنسام في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات يناير. اختبارات يناير وهي الاختبارات الشتويه. هنتكلم عن ايه الانديه اللي عملت اختبارات، وايه الانديه اللي لسه هتعمل اختبارات، وازاي ان انت تستفاد من الاختبارات دي، وايه اللي ممكن تعمله عشان يبقى لك فرصه ان انت تنضم في نادي الفتره الجايه. هنتكلم عن كل ده في فيديو النهارده. بس لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه، انزل دلوقتي حالا نعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده، بيدينا طاقه وحافز عشان ننزل لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ولو ليك صاحبك مهتم بنفس المحتوى اعمله شير عشان يستفيد زي ما انت هتستفاد بالظبط. وما تنساش تعمل لي فولو على انستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو. يلا بينا. اختبارات يناير من الاختبارات اللي الناس بتستناها، اللي هي ما وفقتش في اختبارات اول السنه، فبتستنى اختبارات يناير او الاختبارات الشتويه عشان يقدروا ان هم يوفروا لنفسهم فرصه تانية ينجحوا من خلالها. بس قبل ما نتكلم في الانديه اللي هتعمل اختبارات او الانديه اللي عملت، هتكلم في حاجه ان شاء الله ناوي اعملها، هشارككم معايا فيها ان شاء الله. هعمل شركه تسويق باذن الله. هعمل من كل عمر فرقه قويه، هعمل اختبارات، هنقي الفرقه دي فرقه مميزه جدا، هبتدي اسوقها عن طريق الماتشات. هعمل ماتشات قويه جدا مع انديه دوري ممتاز وانديه ممتاز بيه عشان اسوق المجموعه اللي معايا. اللي هيتسوق وربنا يكرمه يروح نادي هيروح، هيبقى معايا المجموعه اللي مش هتروح نادي هنشترك بيهم في دوري منطقه القاهره او دوري سوبر او دوري قطاعات او دوري القاهره كبرى على حسب السن بتاعها، وهبتدي ان انا اسوقها من خلال الدوري ده. ولو برضو ما وفقتش هبتدي فتره تسويق تانية، هنفضل مع بعض ان شاء الله لحد ما اسوق الناس دي كلها وتبقى في نادي من الانديه. لو عجبك الفكره ومتحمس اكتب لي في الكومنتات انا معاك. ان شاء الله هبتدي الفكره دي قريب جدا باذن الله، وان شاء الله يكون ليك نصيب معايا، وباذن الله اقدر ان انا اوفر لكم فرصه ان انتم تبقوا في نادي من الانديه. قلنا هنتكلم عن اختبارات الفترة دي. النادي الوحيد اللي عمل اختبارات وهو نادي الجونة. اختبارات كانت كويسة. دايما اختبارات الجونة انا بحبها لانها مميزة، منظمة. نادي كويس، نادي مميز، نادي عنده الامكانيات. فانا شكرت في الاختبارات دي وقلت لكم مواعيدها، ودي كانت الاختبارات الاهم الفترة دي. هل في انديه هتعمل تاني اختبارات ولا لا؟ ما اعتقدش ان في انديه هتعمل تاني اختبارات الفتره دي. كل الانديه هتعمل ان شاء الله بعد رمضان وشهر 6 باذن الله. طب انا ايه المطلوب مني؟ انت مطلوب منك الحاجه اللي بفضل اقولها في كل فيديو، ما ينفعش تقعد تستنى الاختبارات اللي جايه. لازم تتمرن. شوف اي اكاديميه عايز تيجي عندي في الاكاديميه تنورني، هسيب لكم رقم التليفون تحت الشاشه دلوقتي. لو عايز تيجي تتمرن في الاكاديميه لحد ما تستعد لحد اختبارات شهر 6 تنورنا، ابقى معاكم على طول. لازم تتمرن، اهم حاجه لازم تتمرن. انزل اي اكاديميه عندك لو المسافه بعيده عليك، انزل اي اكاديميه. المهم تبقى جاهز، المهم تبقى جاهز. لازم تبقى فارق عن اللي حواليك عشان تعرف ان انت تروح نادي او تعرف تلفت الانتباه او يتم اختيارك في نادي من الانديه. هفضل اقولها اتمرن كويس. وبكده نكون خلصنا الفيديو النهارده. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاك كابتن اسلام مصطفى من قناه يوميات لعب كره قدم. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت، او ابعت لي فولو على انستجرام وكلمني ارد عليك على طول. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.